بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة جنة الكروشيه. إن شاء الله النهاردة هنستعرض مع بعض إيه هي المشاريع اللي أنا عملتها خلال الفترة اللي فاتت أو الشهر أو الشهرين اللي فاتوا. في الحقيقة يعني هي واخدة وقت معايا ده لأني طبعا مش فاضية تماما للشغل وكده. أكيد كلنا ورانا مشغوليات تانية، فده يعني اللي بيخلي الفترة بتطول شوية في الشغل. أنا اشتغلت عدة مشاريع، منها تريكو ومنها كروشيه. الحقيقة بالنسبة للتريكو أنا يعني يمكن أول مرة أركز شوية فيه، وحبيت ان انا اخوض التجربة عن طريق طبعا مشاهدة الفيديوهات، ومش عيب ان الواحد بيتعلم. فكنت بشاهد فيديوهات وفيديوهات اجنبي وكده اهو، وبحاول ان انا اترجمها واحاول ان انا اطبقها. وبالفعل عملت يمكن حاجتين ثلاثة، بس يعني الى حد كبير بالنسبة لأن أنا أول مرة في التريكو أركز شوية، فإلى حد كبير يعني أنا شايفة مش بطالة. فيعني التجربة كانت بالنسبة لي مش يعني ما خفتش إن أنا أخدها، بالعكس إن أنا حاولت وبأمر الله شايفة إن هي يعني جابت نتيجة مش بطالة. طبعا أنا عندي كم من الخيوط، وفي الوقت نفسه قلت استغل الخيوط يعني، وخاصة ان انا الحاجات اللي انا عملتها تتناسب مع فصل الشتاء. من ضمن الحاجات اللي نبدأ مع بعض كده، من ضمن الحاجات اللي عملتها كانت اول حاجة الشراب. انا ده شراب تريكو، ده كان خيط عندي، خيط السكات اللي هو الفاشون، كنت جايباه وكان بقاله فترة عندي حقيقي والله. وفكرت ان انا استغله واعمل منه فكرة الشراب ده. زي ما احنا شايفين هو شراب يبان فيه شغل بالنسبة للكعب هنا، وبالنسبة التقسيمة هنا بتاعت الكعب، الاستك بتاعه، الشغل اللي هنا عند القدم عند الصوابع في تناقص اهو عشان يدينا الشكل اللي احنا شايفينه ده. انما هو حقيقي فكرته سهلة. بتتابعي الفيديو خطوة بخطوة، وانا حقيقي اشتغلته بإبر دائرية. الإبر دي كانت مقاس 3.5 أو 4 تقريبا. فبدأت الشراب من فوق من هنا، وعملت الاستك زي ما احنا شايفين كده. نزلت بطول الساق. الكم ده هو في الفيديو الاصلي طويل شوية، انا حبيت ان انا اقصره على اساس يبقى يعني حاجة يعني ما يطلعش لغاية الساق كلها، لا يعني حاجة يدوبك في القدم بفوق شوية صغيرة. هنا بقى الفكرة في هنا ان جت تقسيمة تانية بقى بالعدد، تمام كده اهي. ده الكعب، وادي هنا في تناقص بيديكي الشكل ده بتاع الكعب. فالحقيقة هو كانت فكرته او شغله ممتع، مش صعب، وكان سهل بأمر الله. بعد ما خلصت الحردة بتاعة الكعب هنا، بتفضلي بطول القدم بقى بتشتغلي، بتيجي عند قبل الصوابع بتحرجي وبتمشي بقى ايه بتناقص بطريقة معينة، بيديكي الشكل ده في النهاية. وبتقفليه برضو بطريقة معينة، مش اي تقفيل. يعني حقيقي اللي شرحته جزاها الله خيرا، شرحها بتفاصيله كلها وبكل دقة. يعني اي حد مبتدئ ويبدأ حقيقي مش هيلاقي اي صعوبة فيه. هي بس اهم حاجة بتعرف تكون تشتغل على الإبر الدائرية وتتمكن من الشغل عليها، وإن شاء الله النتيجة زي ما احنا شايفين بالشكل ده.
انا كنت عملت فيديو قبل كده لما عجبتني الفكرة هنا. كنت طلبت خيط شرابات، عملت بيها فيديو وجاني الحمد لله، وهبدأ ان شاء الله تاني اكرر التجربة دي من كتر ما انا يعني اعجبت بيها. فده كان حاجة من حاجات انا عملتها الفترة اللي فاتت دي. الشراب ده في شراب تاني برضو عملته، ده فيديو عربي، قناة مش متذكرة، قناة تعليم الحياكة، أم أسامة تقريبا، تعليم الحياكة لأم أسامة. حقيقي برضو قناة جميلة جدا وبتعلمك شغل تريكو. يعني أنا مش بعمل لها دعاية والله، بأمانة هي قناة يعني حقيقي متميزة في تعليم شغل التريكو من ضمن قنوات كتيرة يعني. فأنا برضو تتبعت الفيديو ده خطوة بخطوة واشتغلته معاها. هو بدأ، والله ما أنا فاكرة بدأ منين بالظبط. من قدام من هنا اهو كده، بدأت كده اهو من هنا بحوالي 13 غرزة او تقريبا كده، وبتبدأي بتعملي حفتين بالشكل ده وبتعملي تزايد. تمام. بتيجي بعد كده بتاخدي الجزء ده كده اهو وبتمشي بيه في القدم من تحت، بتطلعي بقى بيه كده على طول، وبتاخدي تناقص من هنا وبتطلعي كده وتكملي بقى الشغل ده، وبتروحي بعد كده مقفلة من هنا وبتنهي الشغل بتاعه من فوق بالشكل ده. في يعني شغل برضو، مش ما فيهوش شغل، لا هو فيه شغل برضو. ده اشتغلته بإبرة دائرية برضو نفس المقاس 3.5 أو 4 تقريبا 4. وده كانت النتيجة. فبرضو عجبتني الفكرة، قلت ان شاء الله هحاول برضو اكررها تاني في الخيط اللي جاني جديد. وده كان المشروع التاني اللي انا عملته. برضو شغل تريكو تاني، فكرة برضو كانت عجبتني. التقنية من التقنيات بتاعت الشغل التريكو اللي هي الأسطر القصيرة، برضو حبيت ان انا اجربها، اول مرة اجربها حقيقي، ودي كانت النتيجة بتاعتها. شغلها سهل جدا مفيهوش اي مشكلة، ولكن في تقنية معينة ان انت هنا يعني البداية بتبقى من هنا كده اهو، وبتشتغلي السطر وبترجعي. اما بترجعي ما بتشتغليش السطر كله، بترجعي تاني بتسيبي غرزة وترجعي تاني كده، ما بتسيبي غرزة تانية وترجعي، وهكذا لغاية لما بيبقى فيه تناقص عندك بالشكل ده. بيتكون معاكي شكل مثلث بالشكل ده اهو. بتبدأي تعملي المثلث التاني من هنا. اما بتعملي بقى من هنا طبعا هيبقى فيه زي ايه يعني، احنا المثلث كده والتناقص كده، هنا ده تناقص، هتبدأي بقى ايه تزودي من هنا، تطلعي كده اهو وينزل بالشكل ده عشان يديكي مثلثين بخلاف بعض، زي ما يعني هنا حافة بوز المثلث وهنا البوز التاني يبقوا عكس بعض بالشكل ده، كل مثلث عكس التاني. أثناء ما انت بتلفي بترجعي بالسطر، بتلفي الفتلة بطريقة معينة عشان ما يعملكيش ثغرة ويبان الشغل بالشكل ده. فدي اسمها تقنية الأسطر القصيرة. حقيقي برضو سهلة، ما كانش فيها أي يعني، حاولت فيها مرة واتنين لغاية لما اتظبطت معايا وكانت النتيجة بتاعتها. أنا كنت حابة أن أنا أعمله سكارف، بس أنا كنت جايبة الخيط ده استوكات فاشون في 400 جرام، كل واحدة 200 جرام، فكانوا 2 بكرتين، البكرة دي والبكرة التانية. البكرة التانية طلع سمك الفتلة مختلف شوية، فلقيت ان هيبقى فيه اختلاف في عرض الكوفية او السكارف
هنا سميك وعريضة شوية، الفتلة التانية هتبقى كنزة وهتبقى خفيفة. فصراحة لا، فكتها ونهيته بقى من هنا كده اهو. وحبيت اعملها زي ايه، يعني حاجة كده تتحط على مفرش او ترابيزة، مفرش ترابيزة او كومودينو، يعني اهي حاجة زينة او حلية استفيد بيها. وعملت لها في الاحرف بتاعتها الشرشوبتين دول. ده كان الشغل التريكو بالنسبة لي، المشروع الثالث اللي انا عملته. وفكرة مش وحشة، حاولي يعني اي حد مبتدئ يحاول يخوض التجربة، وان شاء الله تكون نتيجتها ممتعة. نيجي بقى هنا، ده سكارف برضو كان بكرة واحدة، عملتها برضو بفكرة الأسطر القصيرة. هي فكرتها بتبقى جميلة وبتدي شكل حلو قوي في الشغل حقيقي يعني. فكرة الأسطر القصيرة دي بتبقى جميلة في السكارفات، لو في شال، لو في ايس كاب بالشكل ده. بس يمكن هنا علشان خاطر الخيط غامق شوية مش واضحة قوي، انما لا، هي فكرتها حقيقي جميلة جدا وشغلتها سهلة. هي عبارة عن نص عمود وبتشتغلي في اللوب الخلفي، والاسطر القصيرة اهي زي ما احنا شايفين. ادي السطر كله. اما باجي ارجع بسيب غرزة وارجع وارجع تاني واسيب، وهكذا وهكذا اتناقص لغاية لما بوصل لطول السكارف اللي انا الايس كاب اللي انا عايزاه بالشكل ده. ممكن في الحالة دي بقى انت بتحط لها هنا اللي هي الكورة دي، او تعمليها من نفس الخيط او كده، وبتشبكيها من جوه، وبتبقى يعني مش بطالة. دي حاجة من ضمن حاجات أنا عملتها الفترة اللي فاتت دي. نيجي بقى إيه للشغل. برضو عندي مجموعة من الخيوط على قطن، ففكرت أعمل بيها إيه بصراحة. قلت أعمل عبارة عن طواقي للصلاة، ومنها اهي برضو فكرتها يعني برضو في الشتاء برضو مناسبة لرجال أطفال. فحبيت ان انا عملت مجموعة حقيقي هم دول، واستغليت الخيوط اللي عندي بالشكل ده اهو. وفي حقيقي مجموعة تانية طلعتها هدايا، يعني اشتغلت كم لا بأس بيه، ما يقرب من دول 2 4 5 حوالي 10. في حاجة مجموعة طلعت هدايا، ودول قلت أصورهم برضو بأشكال مختلفة. أدي الطاقية أهي. بتعملي طبعا بتبدأي من هنا الحلقة السحرية، أو 4 أو 5 سلاسل، بتعملي 12 عمود، 24 2 1 بعد كده 2 1 1 وهكذا، تزايد تزايد لغاية لما بتعملي القرص. طبعا انت واخدة المقاس بتاع راس الشخص اللي عندك، القطر بتاع راسه والطول بتاع الطاقية. فأنا عملت ده، لقيت هنا حوالي 10 أسطر، وهنا ادى شكل حلية. اما اشتغلتها عبارة عن 2 عمود سلسلتين وبتجاهل 2، بعد كده 2 بريد امامي عاملين زي حرف الفي. بعد كده اشتغلت في الفراغات وكملت بقى عمدان عمود فوق عمود، وعملت نفس الفكرة دي. وفي النهاية انا هنا بقفل بغرزة حشو. ده كان الشكل النهائي بتاعها. دي برضو فكرة تانية، عملت زي حلية كده أو تقسيمة للطاقية من فوق بالشكل ده هو كده هو. وبعد كده لو تاخدوا بالكم أنا عملتها بفكرة مثلا مربعات كده هو، جاية بميل شوية أهو، فراغ و4 عمدان. يمكن مش واضحة قوي برضو اهي كده، ممكن تبان اهي. ده فكرة الطاقية اهي. وفي النهاية برضو بتقفلي بغرزة حشو. ده شكل تاني.
دي نفس فكرة الطاقية دي، بس هنا انا عملت الجزئية دي عملتها بالاسود، يمكن مش واضحة برضو اهي، هي نفس الشغل الطاقية دي، ولكن انا دخلت اللون الاسود فيها. دي فكرة غرزة الماسة اهو. استغليت برضو عندي حبة ابيض على اصفر على اللون ده، تدرج الالوان او اللي يتناسب مع بعضه اهي. بدأت كده اهو من فوق كده، وبعد كده بالتقسيمة دول ثابتين 2 سلسلتين. هنا بقى ده التزايد هنا لغاية لما بوصل مثلا هنا اهو 2 4 6 8 10 12 14. بعد كده بعمل تناقص عشان يديني الشكل المعين ده، وفي النهاية برضو بقفل بغرزة حشو. ده شكل تاني. ده شكل تالت برضو عملته القرص هنا تزايد بالشكل ده، بس هنا التزايد لو هتلاحظوا يعني هنا مثلا كده تزايد كده اهو حرف الفي بس انا بتزايد في النص، والفي هنا ثابت. غرزة الفي في النص هنا 1 2 3 4 5 بزود، وهنا الفي ثابتة لغاية لما وصلت للقطر اللي انا عايزاه. بعد كده برضو الغرزة بتاعته اهي، دي غرزة الفي. حاولت ان انا ادخل لون فيها برضو اهو، وفي النهاية برضو بتقفلي بغرزة حشو. ده اشكال الطواقي الصلاة اللي انا عملتها. نيجي بقى هنا، ده فكرة ايس كاب. الفكرة دي كانت باترون برضو اجنبي او فيديو اجنبي، عجبتني شكل الايس كاب كده، يعني هتحسي ان هو حاجة يعني حقيقي، مش يعني مميزة، يعني بتبقى واخد شكل الراس تماما يعني. هو سهل طبعا. ده القاعدة اهي، وهنا عبارة عن بتاخدي غرزة حشوة، هنا غرزة الاكس، وهنا حشوة اكس حشوة اكس، وبعد كده سطر او 2 عمدان، بعد كده بريد امامي وبريد خلفي. بتقفلي بيها سطرين اخر الطاقية. هنا انا دمجت خيط فتلة مهير مع القطن. الاساسي عندي كان اللون اللبني ده او الازرق ده، دخلت معاه هنا الفتلة دي فتلة كده زي جنجا اهي، دي كده اهو ازرق اصفر اهي واضحة هنا اهو. ده كانت بكرة جنجا ازرق في اصفر في اسود في احمر، دخلتها مع اللبني ده الخيط الاساسي. هنا دخلت فتلة مهير معاه بحيث ان هي يدي برضو ايه تدفئة، تحسي كده شكل الايس كاب حقيقي مظبوط. ده كان الايس كاب. عملت برضو منه سكارف اهو، وكان عندي حبة خيوط كده اهو مناسبين، اللون مناسب. عملته زي شراشيب. هنا السكارف ده عبارة عن نص عمود، غرزة نص عمود عملتها في اللوب الخلفي، نص عمود في اللوب الخلفي. هي كلها السكارف اشتغلتها كده بالعرض، نص عمود في اللوب الخلفي، وادتني الشكل ده. وزي ما احنا شايفين انا هنا الخيط الاساسي اللبني ده اهو، واللي دخلت معاه الفتلة اللي هي الجنجا دي اصفر احمر كده اهو، وهنا الفتلة المهير. ادتني الشكل ده مش بطالة، وفي نفس الوقت استغليت الخيوط اللي عندي. ده سكارف وايس كاب عملتهم. نيجي بقى حاجة تانية انا عملتها استغلتها. انا ده عبارة عن مربعات الجراني. انا كنت كل دي مربعات انا عاملاها على القناة عندي. لو دخلتوا القناة هتلاقوا المربعات دي انا عاملاها باشكال مختلفة. تمام كده اهو، ده مربع جراني عادي اهو،
ده برضو كان فيديو الأربعة دول بفيديو تاني. هنا برضو ده مربع جيراني عادي ببواقي الخيوط. هنا ده مربع جيراني بغرزة السي تو سي، يعني من الزاوية للزاوية. هنا برضو المربع ده فكرته برضو اهو انا كنت عاملاه على القناة. وهنا دي غرزة زي غرزة بيقولوا عليها غرزة البلو بيري او غرزة التوت. انا استغليت المربعات دي كلها وشبكتها مع بعض بغرزة الجراني زي ما احنا شايفين كده. يعني انا هنا دي غرزة الجراني اهي، انا شبكت بيها المربعات دي اهو، واستغلتهم كفكرة بقى ايه، بحيث ان انا يعني استفيد بيهم، ما يبقاش مربع لوحده ويبقى مهمل، لا ممكن احطهم مفرش، ممكن على ظهر كنبه، على ظهر قاعده كده الكنبه، ترابيزه طويله مثلا. حبيت ان انا استغلها وكانت فكره حقيقي يعني انا شايفاها مش بطاله، اللي بيها استغليت الشغل بتاعي وعملت بيه زي مفرش بالشكل ده اهو. هنا نسقت الالوان مع بعضها. كل دي بواقي خيوط كانت موجودة عندي وأنا حقيقي استغلتها. يا ريت تقولوا لي رأيكم، هل الفكرة دي يعني تنال إعجابكم ولا لأ؟ يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات. دي برضو دول كانوا 4 فيديوهات فكرته مختلفة، إزاي بتدمجي لونين مع بعض. كل دي فيديوهات موجودة على القناة بتاعتي. دي مربعات الجراني العادية بواقي خيوط، حبة كده اديني عملتهم سطر، حبة كده مثلا باقيين سطر تاني، هنا برضو هنا كده. يعني كل دي حبات انا استغلتها وعملت بيها مربعات جراني، وفي النهاية شبكتها باللون الاصفر ده كان موجود عندي. دي مربعات موزاييك اهي، بتستخدميها باكتر من لون، بتنسقي انت الالوان حسب ما انت شايفه وحسب المتاح عندك. برضو ما توقفيش على حاجه محدده، اللي عندك استغليه واستفيدي بيه. انا لغايه هنا كنت مشبكه غرزه الجراني، هنا انا شبكت دول بطريقه تانية، غرزه كده عامله زي غرزه الزجزاج، برضو موجوده على القناه، يا ريت تحاولوا تشوفوها. فدول كانوا 3 بالشكل ده، وكنت عملت كم مربع منه شبكتهم في شنطة، طلعت فكرتها حلوة قوي. برضو المربع ده جميل جدا، وخاصة لما يعني بتحاولي تجيبي تدرج الألوان. أنا هنا يعني هي الألوان متناسقة مع بعض، إنما تدرج الألوان يعني بتجيبي اللون بدرجاته وإزاي بتوظفيه من البداية للآخر بحيث بيطلع لك في النهاية يعني لوحة جميلة. لو دخلتوا على النت وحاولتوا تشوفوا مربعات الموزاييك دي هتلاقوا منها أشكال جميلة جدا. ده برضو كان غرزة عبارة عن بريد أمامي، مش متذكرة اسمها بالظبط، بس كانت غرزة برضو كنت عاملة بيها فيديو، ينفع سكارف أو بطانية. وفي النهاية أنا عملت الإطار ده كده اهو على داير المفرش كله، وعملت له حلية غرزة الحشو الخلفية بالشكل ده، ادت شكل جمالي للحرف بتاع المفرش. ها دي غرزة الحشو الخلفية، بدل ما بتقدمي لا بترجعي بالغرزة لورا. فدي كانت فكرة من أفكار أنا عملتها الحمد لله وطلعت. يعني يا ريت تقولوا لي رأيكم فيها إيه. أنا بالنسبة لي أنا شايفاها حلوة، إنما برضو لكم رأي وأنا أحترم رأيكم. هل الفكرة دي مناسبة ولا كان ينفع إن أنا أعمل بيه حاجة تانية؟ إن شاء الله ده كان الفيديو بتاع النهاردة. حبيت أوريكم أو أشارككم إيه هي المشروعات اللي أنا اشتغلتها الفترة دي، وخاصة بقى إيه وإحنا قاعدين في السقعة دي في فصل الشتاء، الواحد يستغل وقته
ويحاول ان هو يعمل حاجة مفيدة. أرجو أن يكون الفيديو عجبكم، وإن عجبكم بأمر الله يا ريت تدعمونا بلايك وعمل اشتراك، وعشان توصلي أصحابك وصديقاتك عشان اللي يبقى فيه إفادة للجميع. إن شاء الله أترككم في رعاية الله، وألقاكم على خير في فيديو آخر من فيديوهات قناة جنة الكروشيه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.